الحمد لله الكريم ذي المنن على استقالي بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على استقالي بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على استقالي بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على استقالي بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على استقالي بفروض وسنن. شكرت لأنه خساخني بوطن به نفى مع خني وقالني إليه بالتحلي من بعد ما حسب بالتخلي وجرني في الهلوم والفوز والحمل بالمعلوم. ثم الصلاة بالسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بمرادي اقتدى في السر والجهل يكون مهتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم الخير النفوس والرجيم. هذا وإن اليوم يا وهاب خيرك في دارين لا أهاب. وإنني يا بر يا كريم داع وشكرك لا أريم. منذ جزاتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين. فقمت مجسوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك. ثم إليك لا إله سواك خسرت لما لم أجد شواك. فجدت لليوم بخير منني وقدتني إلى ارتفاع السنن من بعد ما كاد امتداه الناس يدخلني في سرك الخناس. وكدت للأمداء والإتراء أسعد في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي استقال بهدى المظلوم. فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته ما ليشفعوا في الشريعة أجمعا. يا بر يا غفور يا حليم إني غفور تائب مليم. يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكون. يا مالكي يا خالق الأنام حمد دوايا قلل منامي. يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات. وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي. بك أروم اليوم نكون
من أبوا لخيرك الركونا وأن أتيحك بناج المصطفى سنتي البيضاء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيدنا هنا غريب يا بذاك ولإخوان جميع سعادة الدارين يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولسويدي بجاه القاسم وليكشف الليل والبهيمة بحرمة المحبوب إبراهيم وليسوق خير حلال طيب وخير جيران بحق طيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق طاهر ورقني ترقية خفية ببنت رقية الصفية وقي عزايا أغلبا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجود ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صل على أبي مولاي وصحبي وليستجيب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي ولداري هنا وفي خدم من الأقدار ونجني والمسلمين من بلاء وتخرج عثماني في خبر البلاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما اختار واجعل حجابا بيننا وبين كل أذى وتكف عنا الحينا يا الله يا نسير يا جليل إني أخير مهرم سليل فدونني بك وابني الأرى بمن على جملة علوم وهرى سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاح وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه وفي ذنوبي وتقبل عملي ولي خير منى وأملي يا من على عن المكان والعرار إني ساكن هنا وبمرار وكن أنيسي واسفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا من يا مذل يا من يؤمن أنت مجير يا هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب ودلال يا من على زوجة وحولات بني وهو جميع آل ذا البلاد وجعل إلهي وكليل ما أباد بدمها بجاه خير من أباد
من أساسا نهوبيا فليقلب قلبه يا ربي يا وكفني أذى جميع العالمين وتكفيهم أذايا يا ربي أمين واجعل بنائي بناء عافيا يجرني إلى خيور ضافيا واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم واجعل بنائي بناء الاعتلاء وتكفي عني كيد كل اعتلاء وتكفي لي دهر أسى الشيطان وحزب الباغين في الأوطان وتكفي عني كل شخص لم يريد وجهك فاصرف سريعا الإسيرين وتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري شريعا حيث وتدخل المسرع في يدي وفي داري وثابتا بالهادي الوفي فكن بذاك خائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكسرا خيرات هذا البلد ورزقه وكفي عنك دين وتثبتا في جماعة تقيم الصلوات الخمس دابا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر خيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبلاد وشر ما في الأرض طرا والسماء من زائر وباطن اكتتما يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لثواب وصلاح ودورنا بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا بنا دهرا بما ليس يطيق يا زمان وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجائز اليوم وجاه مولي في فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباه عليه صل أبدا خير الصلاة بها نرافق الخيار والثقات وهب لنا أخذ الذي أتانا وترك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتدى
هاديا بسنة وسكنا ونجنا بجاهه من دعوى ولتكفي عنا كسبا ولهوا ولتكفنا الهوى وما لا يعني وبك دابنا عننا يا مودي يا له مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهملا يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نسيبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالقبول وكن مؤيسنا من الوباء وكل ناسل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء وزن قلوبنا مع الجوارح بالبر والتقوى بجاه الناصحين وصلي الأزكى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانعا عليه والآل بأفضل السلام وسبي ومسكني خذ يا سلام وسكن نفسي وزدني الماء يصيب في دارين عني هما ودائرا قلبي وزدني حياة وأهدي في طاعة يا ربي ويا يميني سما في سلام ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المشفع المخرب والآل والصبر وسار رجبي جلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجود بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق ولي سعادة الدارين بحق عثمان نقي نورين ثم بحرمة إمام علي حبلي في دارين زيتا يعطلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر اسمنا بحرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من إلى صحب الجمال وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع زوجاتي وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الخر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المهور يا ربي وما
ملك فوق السماء وجاء كل ذي هدى مثالي أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاء كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب وتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا مغيث فلتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك عيس علما وكل ما أنت يعوف يا بديع فلتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك هاسما على المحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب فأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا أيها أنت ذو الجلال واسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المعاد واحد وأنت حسبي فلا أكابد يا برد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو العطايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تلمني بك هدى وأنت حسبي فلا أبقي سواك فمما يلي كل حزن عسير عن كل زينب وزور كل حين وتكفني يا ذا البقاء والخدم أسى الذي مشى إلي بالخدم وشر من يركب سلاحي وشر ما يطير جناحي وشر من يحدث بالكلام وشر ذي دجل وذي قيام وشر من ينفث في العقود وشر ساهر وذي جهود بك أخذت يا إلهي الأسدا وآية وأقربا وأسودا واخدا ونافذا وسارقا وعينا وسائرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعنا جميع من قد أسلموا فيما علن بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلاء وشر كل وارد وما ولا ودفني شرف من وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل ثابت وكل ناطق وكل مارخ وكل تارق وكل أرسل وكل فاضل وكل خاهر وكل سائل وكل طائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاسد
وكل حاسد وكل سالي وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان المريد وشر ذي القرب وشر الماء والحر والبر وشر الماء وسودا لي وعيني أبا وطهر القلب وشاهد الجسد وهب لي الخيام في الليالي وصوم في النهار بالإكمال وخليا لي من الرسائل وكل مجملي بالفضائل وسكلوا بي وافتح ربي ليا فتح مبينا لا يرى لمثلها وليها حزاقة ونورا وفي الصراط يسر المرورا ولي ذكر بسور كل حين وهدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالكي دليلي واسبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أسير راسخا قدما وكن معيني على شيطاني والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في دارين كن ماذا وفي مالي لا تزل ملاذا وصفيا قلبا وقلبا وليا ترقية وهوبا وكن ولي في الحياة والردى موتي وفي القبر وفي القصر غدا ولا تزل يا بي سحاميا وعابسا وهاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا الى هدى مكرما وهاديا وناصرا ومدعبا بكل ما ينفعني وبالكفار وباللقى وسالك الخلاص وتكفني عن جملة المعاصي وباللقى ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة السؤال سخاوة من بعدها أو ضررا وتثبتا حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آلي وصحبه جميع ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطاء يا عجيبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى وجورني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وارني بطاعة وتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتولد العيال بالفؤاد وتدخل الأنوار في هادي وكن مهيني على ما يسلم وتكفني جملة ما يخبئ وترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وأبلي اليقين والعرفان
والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكسب والخيان والسعادة واجعل أمة خير مرسلين وفرجا عنهم جميعا يا علي وبارك ثم في كلهم ونجيهم وتوبهم واغفر لهم واجعل يا ربي من أعظم العباد إنك حسن ونصيبا في تماد واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي تحت بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلنا واجعل مماتي راحة لي من نساء ومن جوى ومن خراب ووساء وعملي كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكني مسكنا مباركا وسيرا لذلك وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة علاتك مريد مسلمين ومرفعا عن كل هاد مجرمين واجة لمن بدون في الردى وموجة على مخالف الغداء ومذهبا لذات الرحيم ومهربا من ذات الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومدركا لسبل ابتداء ومسلما لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفرق خير الغيب وسببا لدفع خير الغيب وتعود على الطريق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا نامي الأسواء والأقدار بالمصطفى فكل سوء داري واغفر لمن بنوا منا أهل فيه واغفر لمن أمروا به جميع وللذي لا لخير ركنا وفي لكل من بها قد سكنا وللذي لا لخير ركنا وتجعل هذا الابتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها الأطيب والحلال واليسر على توالي وليجل في بر من يلفو ورفعة سيدي بقلب يخشو وليا في دعاء يسمو مع القناعة بنفس تسبو التقى والبر يا معين باطل الكلمة ركابا علي ما جملة آل يا سماء ودي زراد هذه سكالا داري وما فيها جميع
الجلال وتدخل الجميع في مكنون غيبك وجبان الفتون وعن سرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعامرني بالتقى والنور والزهد والوراء في الدور وعامرني بالتقى والنور والزهد والوراء في الدور ومسكني المسكن القرآني والرشد والعرفان والرضوان وداعي لاس وسلخ ودار سنة ومن جمل بدا وجعل داب مسكن تحلمي وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم وجعل مسكن خروج من سلم للنور وارفع عنه كل من سلم وجعل داب مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداء وجعل يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللماء السنين والدم داري عن الفجور والفسق والباطل في الظهور وانفي الوباء والبلايا كلها أنا وطيب سربها وأكلها وجاري مناري منامنا وكن بسيك في ندامنا وجولها خير من الجهاد أسد وافها عن الآفات هدي عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أقول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا بايخ الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة الأباء وهكذا دنياي ما أغايا ففيما عن نسر في الرزايا الجملة من بيتعلق من أبناء السماء وجملة الإخوان من أقارب في الدين أو في الدين والأجانب وليكن إذنا ودابا يا سمان تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصليه وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليها حسن الختام عندك وتسربي الصلاة للصحابة عن آله وصحبه الإجابة وليجود بكل ما طلبت بذي القصيدة كما التمست وليجود بكل ما طلبت بذي القصيدة كما التمست